ما هو النهارده اليوم الرابع مش اليوم الثالث على التوالي ان احنا نحاول نبيع بضاعة الست اللي هي اتطردت من المحل، وعليها ايجار 3 شهور مكسور، وعليها كمان وصولات امانة بالبضاعة يعني. فانا وعدتها بثلاث ايام هبيع لها حاجتها، وقلت توكلي على الله وعلى اخواتي المتابعين. تمام. بنبيع القطعة بأقل من نص جملتها، منها الست تلم حق البضاعة بتاعتها وتدفع إيجارها وتدفع الديون اللي عليها، ومنها القطعة تطلع لأي حد محتاجها من الناس اللي هم عمال النظافة والأيتام وهكذا. فاخواتي اللي ساعدوا الله يجازيكم خير، ولكن البضاعة زي ما انتم شايفين والثلاث أيام خلصوا. السؤال هنا بقى، أنا يعني أتنازل عن ان انا اساعد الست دي؟ يعني انا خدت الموضوع ان هو عندي بنات، وبقول يا رب هل بنتي لما تيجي تتزنق في المستقبل وتقع في مشكله وانا مش موجوده، مش عايشه لهم العمر كله، ما يمكن ده الرصيد اللي يقعد لها ويبقى لها ويحل مكاني وانا مش موجوده على وش الدنيا. ايه هو الرصيد؟ ان انا اقف مع حد فربنا يبعت لاولادي اللي يقف معاهم. فده اللي مخليني مش قادره ارجع لها الحاجه واقول لها انا فشلت ان انا اجمع لك ثمن بضاعتك عشان تدفعي الديون اللي عليك. والله يا اخواتي انتوا لو تبصوا لها، الست عفيفه النفس يعني معاها 3 بنات مسؤوله عنهم، يعني عايزه تبيع بضاعتها، هي مش عايزه حاجه زياده، ده بالعكس ثابت في كل قطعه حاجه لله، يعني اقل من جملتها. بقول لكم قطعه 50 جنيه انستا بيه محفظه كاش، 50 جنيه مش هتعمل مع ناس كتير حاجه، بس هتعمل مع الست دي حاجه، هتخليها تقدر تدفع ديونها، ما تسيبش بناتها. انا بعتبرها دلوقتي ان هي من الغارمات لان عليها وصولات امانه بالبضاعه دي. شايفين كام شنطه بضاعه كتير لانه كان محل كامل. فانا مش عايزه ارجعها مكسوره الخاطر. يعني انا ممكن اقول لها خلاص انا بعت اللي بعته والباقي مش قادره ابيعه وعايزه اشوف اكل عيشي، ما انا برضو صاحبه عيال وموقفه المطعم بقالي ده اليوم الرابع. بس الكسره دي او خيبه الامل دي ممكن تخليها هي تعمل ايه؟ انتوا لو مكاني هتعملوا ايه؟ طلبت مني ان انا ابيعهم، لا انا ما اعرفش حد غير ربنا وغيركم، يعني انا هقف ابيعهم فين؟ فكان الحل ان احنا يعني اللي هيشتري قطعه يطلعها لله. 50 جنيه بتمن باكو شيبسي، باكو عصير، باكو بتمن سندوتش. اظنك عزمت حد غلبان على سندوتش اعطيته عصير. بس هنلبس طفل قطعه يعني الناس الغلابه دي محتاجين اللبس ده على فكره. يعني في ولاد وبيشتغلوا عندهم 12 و13 سنه محتاجين بنطلون جينز يقفوا بيه في ورشه. يعني لا، في ناس محتاجه اللبس ده حبايبي. فاحنا بنعمل حاجتين مهمين قوي، بنلبس حد محتاج قطعه زي دي، بنلبسه حاجه على قد الايد، قطعه ب 50 جنيه، رقم الانستا بيه والكاش اهو باسم مروه لو حد عايز يبعت عدد قطع. وفي نفس الوقت بنساعد ان الست دي تلم فلوسها وتسد اللي عليها وما تتحبسش وتسيب بناتها. فكروا فيها، واللي يعقلها يتوكل. يعني اللي يعقل الموقف وحابب ان هو يشارك يتوكل على الله. ما نقص مال من صدقه. وصدقوني والله انتوا لو جبتوا باكوين عصير من دول اهم هتدوهم لطفل يتيم، اهو هي دي ال50 جنيه ثمن القطعه، حاجه بسيطه. فيعني لو تقدروا تساعدوني، لان انا والله واقفه يعني مش عايزه ارجع في كلامي، بس وبقول يا رب هو رصيد انا بشيله لاولادي، وانتوا كمان بتشيلوه لاولادكم معايا، ان احنا نقف مع حد محتاجنا. يعني ربنا حطه في سكتنا وبيقول لنا ساعدوني ان انا ما اتحبسش، وان انا يعني اربي عيالي، وان انا ادفع اللي عليا. والست مش عايزه حاجه زياده، يعني هي مش عايزه حد يدفع لها ديون، هي عايزه اللي عايز يرضيها ويقف معاها يشتري منها بس البضاعه تطلع لحد محتاجها. اي شخص يجي معاه طفل صغير محتاج يلبس لبس مجاني بنديله، والفلوس بتاعه القطعه بتاخدها تدفع منها الايجار اللي عليها.
اخواتي بره مصر ممكن تشاركوا معانا على فكره. الرقم ده عليه واتس، الرقم ده عليه واتس. عندي ايبان دولي بنكي، يعني رقم حساب بنكي دولي، ممكن تبعته من الابلكيشن اللي موجود عندكم في دولتكم. يعني في برق في برق في السعوديه، الراجحي في السعوديه، في تاب تاب فاست في الامارات، المزيني في الكويت، في ايه تاني، تاب تاب فاست والمزيني وفي الانصاري في الامارات، وتاب تاب فاست في الامارات. المهم كلنا ممكن عن طريق ويسترن يونيون. المهم ان احنا نحاول ان احنا نساعد في حاجه زي كده، لان دي حاجه وقعت قدامنا، الفيديو ده وقع قدامك، فانت ربنا عايزك تساعد في الموضوع ده على قد ما قدرتك. طبعا في ناس مش قادره تساعد، والله ربنا يقويهم ويسد ما عليهم، زي ما احنا بنقول يا رب يسد اللي على الست دي، ولكن اللي قادر يساعد. تمام. ف مش عارفه اقول ايه تاني والله. انا بقالي 4 ايام بشكر كل اخواتي اللي وقفوا معايا وساعدوا معايا، ولكن على البث المباشر لو عايزين تشاركوا معانا. القطعه 50 جنيه انستا بي محفظه كاش، بتعادل ايه بقى بالعمله بتاعتكم لو في اي مكان تاني غير مصر؟ بتعادل $1، بتعادل 3 ريال، 3 درهم على اللايف، 300 عمله. يلا بينا، ولو قادرين تشاركوا معانا ما تتاخروش عننا. بحبكم في الله.